السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل النهاردة صينية سمك بالبطاطس والفلفل. عسل والله العظيم، جميلة جدا يا جماعة، صحية، من غير قلي ولا زيت ولا شوي ولا اي حاجة. وتاكلوا صينية سمك مكاريل بقى. انا كنت عملت السمك البلطي معاكم صينية، والنهاردة هنعمل المكاريل بشرايح الليمون والفلفل والبصل. وشايفين الصوص اللي طالع منه؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. معانا هنا يا حبيب قلبي، صلوا على النبي كده، ولو في بداية الفيديو لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك بالقناة، فعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي يا حبيب قلبي توصل لكم. مطبخي مطبخ انا عبده، وصفحتي على الفيسبوك مطبخ انا عبده. معانا هنا حطينا في الهون ايه؟ هون كبة اي حاجة تفرم معاكم. حطينا حوالي معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وحوالي قرنين فلفل من الحامي، وحتة صغيرة خالص من الألوان، مع شوية كمون، مع شوية شطة ناشفة. أنا هشرح لكم وأنا شغالة. شوية شطة ناشفة وشوية كمون وشوية توم وشوية فلفل حراق، وشطة حراقة ناشفة، وشوية ملح وكمون والشطة كله مع بعضه. هنضربه في الهون أو في الخلاط أو في أي حاجة. تمام. أنا عندي الهون، مش عندي كبة، بس عملته بقى في الهون. حبايبي واخواتي في الله، حطوا لايك للفيديو عشان الفيديو اللايك بيرفع الفيديو. حطينا حوالي معلقه كمون حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. انا حاطه معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره شطه، والشطه الخضراء والشطه الناشفه والثوم كله مع بعضه، مع ليمونه. بعد ما يتضرب في قلب الهون كده حطينا فيه ليمونه، وهنحشي بيه السمك العسل ده. تمام. معانا طماطم، معانا بطاطس، معانا فلفل ملون اللي هو البلدي، والاحمر اللي هو الالوان، واساس السمك. غسلت السمك المكاريل كده زي الفل، وقسمت السمكه 3 قطع، السمكه كبيره، ونضفته زي الفل. ومعانا عصير طماطم مركز يعني تقيل شويه، مش في ميه، يعني انا ضربته في الخلاط. والطماطم دي ما فيهاش ميه كتير، لان كده الطماطم بتنزل ميه، والبصل بينزل ميه في الصينيه، بتبقى ايه؟ بينزل في الاخر معانا الصوص اللي انتوا شفتوه، صوص السمك العسل اللي في الاخر ده. تمام. هنمسك السمكه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هنحشيها من الحاجه اللي انا عملتها في الاول خالص في اول الفيديو، الفلفل والثوم. وهنرصها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. وهنرص البطاطس، هنحط سمكه وبطاطس وطماطم وفلفل، وبعد كده هنحط سمكه تانية. تمام كده. بصوا كده ترجع معانا كده لوحه فنيه في قلب الصينيه، جميله جدا كده يا حباب قلبي زي ما انتم شايفين. تمام. صلوا على النبي كده واذكروا الله، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. بصوا بقى، لازم نحشي السمك من جواه عشان يتبل وياخد الطعم الحلو. وهنقلب السمكة على الناحية اللي هي مفتوحة لتحت والظهر لفوق. تمام. هنشيله هون كده يوسع. نشيل حاجة، بصوا كده، الحتة اللي انا حشيتها من تحت والظهر محطوط من فوق. ونحط بطاطس، ونحط طماطم وفلفل، ونحط السمكة اللي بعديها طماطم وبطاطس وفلفل، ونحط الطبقة اللي بعديها. تبقى بصوا كده لوحة فنية كده مرسومة. والسمك صحي، من غير قلي، من غير شوي، من غير زيت، من غير اي حاجة. ويستوي معانا ويدينا، بصوا اقول لكم يعني، شفتوا طعم التونة كده؟ حاجة كده من الاخر فاخر، بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ووصلتوا لحد هنا، اذكروا الله وادعوا لابويا بالرحمة والمغفرة، ويعملوا اشتراك بالقناة يا حبايبي. بصوا كده، انا حاطه شرايح الفلفل، وفي الاخر خالص حطينا ليمونه شرايح فوق الوش. تمام. وانا كده منضفاه بليمون، بس حطيت في الدقه ليمون، وفي الوش كده من فوق خالص شرايح الليمون الحلوه ديت. اهو السمك بيحب الليمون. وبصوا كده، الاحمر مع الابيض مع الازرق مع بصوا كل حاجه كده ايه متنسقه مع بعضيها. هو مفيش ازرق، بس انا بهزر معاكم بصوا بقى كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اللهم صل على النبي. انا كنت بعمل فيديو وانا تعبانه والله، ادعوا لي بالشفا كده، ربنا يشفيني يا رب ويعافيني. ادعوا لنا بالشفا كده يا جماعه، وادعوا لموتانا بالرحمه والمغفره، ويا رب يسكنهم الجنه والفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. ويا رب يقف جنب اخواتنا في فلسطين وغزه، يا رب انصرهم يا رب. هنعمل كل الحشوه كده في قلب السمك، لازم نحشي من الحشوه اللي احنا عملناها في اول الفيديو. تمام. اللي كانت في قلب الهون انا بحشي منها اهي، من جوه السمكه وبره السمكه. وهيتبقى شويه من الحشوه، هحط عليهم معلقتين ميه، وهسقسق بيهم وش الطاجن البيضاوي العسل ده. تمام. وبعد كده
هنحط شوية زيت ويبقى معانا بصوا طاجن سمك في الفرن عسل بالبطاطس جميل. عسل كده اهو. هنحط كل كمية الفلفل كده ونشيل كده الاطباق اللي مش بقى عايزة. بصوا كده يا حبايبي انا بزنق البطاطس، والبطاطس يعني انا عملته قبل كده فيديو، بس انا بحبكم تشاركوني واقول لكم اي حاجة انا انزلها شاركوني فيها. ما بنزل اي حاجة بنزلها بكون منزلاها قبل كده وانا فيها حاجات جديدة يعني مختلفة بسيط. تمام. اللي اختلف في الصينية ديت انا ما حطيتش في الصينية دي اللي عملتها قبل كده عصير طماطم. هنا عصرت طماطم بدون ميه بسيطه جدا. الطماطم دي بقى بتدينا مع السمك في الاخر صوص في القاع بتاع الطاجن. تشربوه كده شرب مع الرز تاكلوه، ونعمل جنبها شويه رز ببصل. رز زي ما بتسموه في اي بلد، بتسموه اي مسمى بتسموه، رز صياديه. بصوا بقى كده يطلع معانا زي العسل، وندخله الفرن في الرف الوسطاني ونشغل الشوايه في الاخر. هنا بقى الهون فيه شويه دقه من اللي انا حشيت بيها السمك. هنحط حوالي معلقتين ميه كده على الهون، وبعد كده نرجه ونسقسق بيه بقى الوش، ياخد من التتبيله بقى من بره وجوه. بصوا بقى كده اهو، ياخد بره وجوه، يشرب من الطعم، والاخر يعمل لي صوص في قاع الصوص يجي لي في قاع الطبق او السرفيس او الصينيه اللي بتعملوا فيها، ويبقى زي العسل. شايفين يا حبيب قلبي؟ مع شويه زيت حلوين كده. ونزود شويه كمون كمان. الكمون برضك حلو للسمك، بيدي طعم حلو برضك، بس مش بالكتره. اي حاجه يا جماعه في البهارات مش بالكتره، يعني حاجة معينة كده بنحطها ما نكترش. وشوية ملح تاني ليه بقى؟ عشان الطعم السمك بيتبل من بره ومن جوه. احنا ما نستكفاش من جوه بس، لازم حتى السمك يعني السمك المقلي بحط من بره وجوه ايه الحشوة، والملح من بره عشان يطعم معانا ايه السمك. وشوية عصير الطماطم اللي انا قلت لكم عليهم دول بقى المختلف في الصينية دي من الصينية ديت ما كنتش حطيت عصير الطماطم. دوقوا بقى في الاخر بعد ما تخش الفرن، هتشوفوها في الفرن دلوقتي وهي بتستوي عسل. ما تنسوش اللايك بقى، ودعموا القناة بلايك حلو كده، واكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني من انهي بلد. حبايبي واخواتي في الله بحبكم في الله. وهنغرز بالمعلقة كده عشان الصلصة بتاع العصير الطماطم ينزل لتحت في القاع من تحت، يعني تشرب كده حلوة كده تبقى جميلة معانا. اهو يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله جميلة. وهنزود شوية زيت تاني، يعني احسن من القلي. القلي بياخد زيت ومش صحي، ده صحي 100%. سمك المكاريل العسل ده والحاجة العسل ديت. يعني احنا حطينا شرايح من الطماطم وعصير طماطم، هي دي التركايه اللي انا بقول لكم عليها. تركايه حلوه تخلي السمك زي العسل، حبه عصير الطماطم اللي انا حطيتهم دول. تمام يا حبيب قلبي. شفتوا وهي في الفرن عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. الاحمر والابيض بصوا كده كده تتاكل كده، تفتح النفس كده وهي في الفرن. بصوا كده بسم الله ما شاء الله اهي عسل. حبايبي واخواتي في الله بحبكم في الله. صلوا على رسوله. بعد ما خرجت من الفرن كده بقى بصوا الصوص اللي خارج منها بقى. بصوا نغرف كده ونحط الصوص اللي خارج في الجنب شايفينه ده يتحط على الرز بقى يتاكل زي العسل. شرايح الليمون العسل ديت والصوص اللي خارج منها بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني عسل. دمتم في رعاية الله يا حبايبي. كل فيديو بتوحشون، والسلام عليكم ورحمة الله.